شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي في البداية السيد الرئيس وأشكر له إرساء هذه التقاليد في اتخاذ القرار، خصوصا في المسائل الوطنية والمصيرية. وكنت أنتظر في الحقيقة وأتوقع أن تكون كل الجبهات المعارضة موجودة في مثل هذا اللقاء. واسمحوا لي أن أعود إلى نظرة تاريخية ليست بعيدة. أقول الأثيوبيون إخواننا، وهم شعب إفريقي، والعلاقات الثقافية والدينية والمصلحية وثيقة. لكن أثيوبيا منذ حين تحت وهم عسكري المنطقة. أنا لا أقول هذا من فراغ، وإنما أثيوبيا سمحت لنفسها أن تدخل الصومال وهي دولة من دول الجامعة العربية، وأن تحتلها أو تحتل جزءا منها، وخصوصا المنطقة المتنازع عليها تاريخيا منذ عقود طويلة في جنوب الصومال. وهي كما نعلم في صراع على النفوذ مع أريتريا وجيبوتي وما يسمى أرض الصومال تحت النفوذ الأثيوبي. إذا كان نهر النيل هو شريان الحياة كما قال أحمد شوقي، وما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريانها، فإن جيبوتي هي شريان الحياة بالنسبة لإثيوبيا، زي ما كما يقولون هذه الأيام لوجستيا. هذا الموقف لم تراعي فيه أثيوبيا أن جيرانها أبقى لها من الردء الخارجي، وهي الآن تجرب نفسها مع مصر للأسف الشديد. أنا لا أتكلم لإثارة الفتن، فلعن الله من أيقظها، ولا ألوم حتى الأثيوبيين على موقفهم العدائي من جيرانهم الذين سيعيشون معهم إلى الأبد. وإنما نلوم أنفسنا لأن مصر في يوم من الأيام في العهد الناصري رغم كل شيء كانت هناك رؤية سياسية واضحة في توثيق العلاقات مع أفريقيا، ووصل الأمر إلى الدم المصري. كمال الدين صلاح وهو أحد زملاء فتحي رضوان استشهد في الصومال. فالخروج من المنطقة أو إغفال المنطقة بدأ منذ أنور السادات، ولكنه استشرى وتأكد في العهد البائد وأعطى الناس ظهورهم لأفريقيا. أنا أذكر أن وزير خارجية إثيوبيا جاء إلى مصر وسخر منا من الشعب المصري وقال النيل ليست له أجنحة ليطير إلى إسرائيل، لكن الشعب المصري وأي شعب يعرف أن النيل يمكن أن تكون له أجنحة تحت الأرض في أنابيب تمر تحت مياه البحر الأحمر، وهذا ممكن جدا. وهناك دول كثيرة تستورد المياه عبر المواسير. فإثيوبيا للأسف كانت في عهد هايلا السلاسي في علاقات معقولة مع مصر، وهو الذي افتتح مع عبد الناصر. حاضر أسكت هنا.
ألخص بسرعة. ومع ذلك فأنا أحيي استبعاد خيار العضو. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأقول يجب أن تستغل مصر في هذا الصدد كل قواها الناعمة، لأن الخارجية المصرية، الجامعة العربية، رابطة العالم الإسلامي، يجب أن نحرج هؤلاء الناس لأن لهم علاقات وثيقة بأديس أبابا، الأزهر. وأنا على ثقة من أن الكنيسة المصرية الوطنية سوف لا تتوانى عن بذل أقصى جهدها في هذا الصدد. ثم الأمم المتحدة، هذا عمل خارج نطاق القوانين، هو في الحقيقة عمل إجرامي في الاعتداء على النيل ضد القوانين، فيجب أن نعري هذه. ثم المصالح المتبادلة إلى آخره. ما دام الوقت قد انتهى، فأنا أقول إن الذي نقض معاهدات دولية لا يوثق بوعده، يجب ألا نقبل وعودا أبدا، وإنما تكون هناك اتفاقات واضحة تقوم عليها لجان ووسائل ضمان، ولكل دولة أن تحمي حقوقها. وأذكر بس إن المعاهدات التي عقدت في العشرينيات كان عدد الشعب المصري أقل من 15 مليون. نحن الآن نلامس 90 مليون وعلى عتبات 100 مليون، والاحتياجات زي ما كما يقول يجب أن تراعوا الحقوق التنموية للآسيويين، نعم على عيننا ورأسنا، ولكن أيضا أن نراعي الحياة، مجرد الحياة للمصريين بلغوا نحو 100 مليون. فأنا يعني مرة أخرى أقول يجب ألا نقنع بأي حال بالوعود. وأنا فوجئت أن التقرير الجيد اللي سمعناه يقوم على معلومات مصدرها المقاول. دكتور حسن ممكن نوجز لو سمحت؟ فيعني نحن مع واقع غامض ومستقبل غامض. أنا قرأت أن الأثيوبيين عندهم مشروعات ل3 سدود أخرى، فلا يجب أن نقبل أي وعود أو أي كلام، وإنما يجب أن أي تقوية لمصر من جميع النواحي. شكرا يا مولانا. القرش يساوي كوب ماء. شكرا لكم. شكرا دكتور حسن. اتفضل نيافة الأمين. سيادة الرئيس، نشكرك